السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة قصص واقعية. هنا المكان اللي بنحكي فيه حكايات من لحم ودم، قصة من أرض الواقع، قصص يمكن تحس إنك سمعت عنها قبل كده، ويمكن تلاقي نفسك أو حد تعرفه جوه التفاصيل. قصة النهاردة مش مجرد حكاية عن جواز أو خيانة، دي قصة عن سند اتحول لهدم، عن حب استمر 30 سنة واتقلب في الآخر لوجع وصدمة. خليكم معايا عشان تسمعوا القصة من أولها وهتعرفوا قد إيه القلب البشري ممكن يستحمل فوق طاقته. بطلة القصة دي كانت واحدة زي أي بنت بتحلم بالحب الحقيقي، بالبيت اللي فيه راجل يحميها ويفضل سندها في الشدة قبل الفرح. والحب ده جه من جوه العيلة، قريبها اللي كان بالنسبة ليها مش بس حبيب، ده كان الأمان كله. اتجوزته عن حب، مش جواز مصالح ولا جواز صالونات، لا، ده كان حب بجد، فيه ضحك وذكريات وبدايات بريئة. معاه حست إن العمر كله قدامهم مفتوح، وإن السند ده مش هينهار أبدا. مرت السنين وتحولوا من اتنين عاشقين لأسرة كاملة، بيت مفتوح جدرانه مليانة ضحك العيال، صوت خطوات صغيرة بتجري، ومطبخ ريحته دايما دافية. كانت شايلة البيت على كتافها، أم وسند حقيقي، وقلبها عمره ما بخل بحاجة. حتى وهو بيشتغل دكتور أسنان وبيغيب بالساعات، كانت بتستناه بابتسامة جميلة وبلقمة هنية تكون جاهزة، وبدعوات في صلاتها إنه يفضل معاها العمر كله. لكن الدنيا ما بتديش دايما على قد الحلم. بحكم شغله كان بيتعرف على ناس كتير، وكل فترة كانت بتكتشف إنه داخل في علاقة. تخيلوا الإحساس ده، قلبها بيتقبض، دموعها بتنزل، لكن كانت بتختار إن هي تسكت وتقول لنفسها معلش، ممكن تكون نزوة وتعدي. كانت بتبتلع الغصة وتسكت، مش ضعف، لكن خوفا على بيتها وعلى عيالها. شايفة إن بيتها أهم من أي فضيحة أو مواجهة. والعجيب إن بعد كل مرة كان بيرجع عادي، كأن مفيش حاجة حصلت، وكأن الجرح اللي عمله ما سمعش في قلبها، كأن الجرح اللي عمله في قلبها أساسا مش موجود. وهي كانت بتكمل وتمسح دموعها وتطبع على قلبها وتقول بكرة إن شاء الله يكون أحسن، لكن جواها كان بيتبني جبل من الوجع. سنين طويلة عدت على الحال ده، هي اللي واقفة في ظهره وهو اللي بيتمادى، هي اللي بتضحي وهو اللي بياخد أكتر ما بيدي. ومع الوقت بدأت تشعر إنها عايشة لوحدها، وإن حلم السند اللي هي رسمته من البداية بدأ يتلاشى، لحد ما جه اليوم اللي قلب القصة كلها. في يوم عادي جدا اكتشفت هي الصدمة اللي كانت أقوى من أي خيانة فاتت. مش مجرد علاقة عابرة ولا نزوة مؤقتة، المرة دي كان زواج،
كان زواج. الأستاذ اتجوز عليها في السر من وراها، ومن غير ما يقول، ومن غير حتى ما يلمح. هنا بقى الخيانة بقت مضاعفة، خيانة الحب، وخيانة العشرة، وخيانة الأمان. تقدروا تتخيلوا الإحساس؟ إنك بعد 30 سنة جواز فجأة تعرفي إنك مش الوحيدة في حياته، وإن في واحدة تانية بتشاركك اللي كنتي فاكرة إنه ملكك. تخيلوا الليالي اللي نامتها بالدموع، ونظراتها لأولادها اللي مش عايزة إن هم يلاحظوا كسرتها قدامهم، وإحساسها وهي بتبص في المراية وتسأل نفسها: أنا عملت إيه عشان أستاهل كل ده؟ ومع كل ده كانت بتحاول تصبر. يمكن يرجع لرشده، يمكن يعقل، يمكن ضميره يصحى، يمكن يدور على أولاده، يمكن يدور على حبه الأصلي، يمكن يفكر في العمر اللي قضوه سوا. لكن اللي حصل بعدها كان أوجع من كل اللي فات. من غير ما يواجهها، من غير ولا كلمة، من غير حتى نقاش بسيط، لقت نفسها مطلقة، متطلقة غيابي. تخيلوا ورقة جاية من المحكمة ومسكاها في ايديها، كلمة واحدة مكتوبة عليها: طلاق. سنين حياتها كلها اتكسرت في لحظة، من غير ما يديها فرصة ان هي تفهم، من غير ما يبصلها في عينيها ويقول لها: انا خلصت. القرار كان من طرف واحد، وهي آخر من يعلم. هنا كانت اللحظة اللي الدنيا وقفت فيها بالنسبة لها. قلبها وقع، كيانها اتكسر، والسؤال فضل يطاردها لحد النهاردة: ليه؟ ليه بعد 30 سنة حب وعشرة وبيت وأولاد يبيعها بالشكل ده؟ بعد ما عرفت إنها اتطلقت غيابيا، الدنيا اسودت في عينيها. مشهد الورقة اللي مكتوب فيها كلمة طلاق كان زي سكين بيقطع قلبها. والله بيقطع قلبها. 30 سنة راحت في لحظة. مش بس جواز، لا، دي أحلام، ذكريات، أيام حلوة ووحشة. كل ده اتكسر على الأرض. حست إنها اتسرقت، اتعرت، اتخذلت من أكتر إنسان كانت فاكراه سندها. الأيام الأولى بعد الطلاق كانت أصعب من أي وصف ممكن تتخيله. البيت اللي كان مليان صوت وضحك العيال فجأة بقى صامت، حالة من السكوت. السرير اللي كان بيجمعهم بقى فاضي وبارد. كل ركن في البيت بيذكرها بيه، وكل غلطة قديمة كانت بتسكت عنها رجعت تفور في دماغها، وتقول لنفسها: ليه سكت من الأول؟ وليه استحملت؟ ليه ما وقفتش من بدري واتكلمت؟ الانكسار مش بس في القلب، ده في الروح كلها. حست إنها فقدت قيمتها كأنثى، كزوجة. بقى في أسئلة بتطاردها: هو أنا ما كنتش كفاية ليه؟ هل جمالي راح؟ هل التضحية بتتنسى بالسرعة دي وبالسهولة دي؟ وجواها صوت صغير بيرد: لا،
انت عملتي اكتر من اللي بيتعمل. انت صبرتي وضحيتي وربيتي وبنيتي بيت من العدم. الغلط مش فيكي، الغلط من اللي معرفش قيمتك. الوجع الحقيقي كان في الخيانة المركبة، مش بس خيانة جسد، لأ، دي خيانة عمر وعشرة. إنك تكوني السند الحقيقي وهو يختار الهروب لواحدة تانية. إنك تكوني الأم لأولاده وهو يختار يدي اسمه لغيرك. إحساس قاتل جدا إنك تتحطي على الهامش فجأة بعد ما كنت أنت الأساس والملكة. لكن مع الوقت ومع كل دمعة نزلت منها بدأت تكتشف حاجة، إن الطلاق رغم قسوته كان لحظة كشف، لحظة كشف حقيقية. كشفها للوهم اللي كانت عايشة فيه. هو عمره ما كان سند بالشكل ده، هي اللي كانت شايلة كل حاجة. هو عمره ما كان بيدي، هي اللي كانت بتدي بلا مقابل. فبدأت تسأل نفسها، هو ليه كنت فاكرة انه كان سند ليكي؟ هي بقت تسأل نفسها السؤال ده، انت ليه كنت فاكرة انه هو كان سند ليكي؟ يمكن السند الحقيقي كان جواكي انت من البداية. الصدمة كانت زي نار بتحرق، بس النار دي كمان بتنقي، بتفلتر. كل يوم كانت بتحس انها بتتعلم حاجة جديدة عن نفسها، بتتعلم انها اقوى مما كانت فاكرة هي، وانها قادرة تبدأ من جديد حتى لو قلبها موجوع. هي اتوجعت، لكن وجعها ما قتلهاش، ما موتهاش. بالعكس، وجعها بدأ يبني جواها شخصية جديدة، أقوى، أنضج وأوعى. قصتها مش نهاية مأساوية زي ما ممكن ناس تفكر، بالعكس، دي بداية. لو شغلنا دماغنا هتكون بداية حياة من غير خيانة، من غير خوف، من غير كذب. بداية حياة هي بطلتها، مش مجرد ظل لراجل أناني. ودي الرسالة اللي قصتها بتسيبها لأي ست ممكن تمر بنفس التجربة. الخيانة مش نهايتك، الطلاق مش موتك. أوقات ربنا سبحانه وتعالى بيبعد عنك حد عشان يفتح لك باب أكبر وأجمل. وانتوا يا اللي بتسمعوا القصة دي دلوقتي، قولولي وعلقوا، ايه الأصعب في رأيكم؟ انك تتحملي خيانة سنين طويلة عشان تحافظي على البيت، ولا لانك تصحي فجأة على صدمة الطلاق الغيابي؟ ودي كانت قصتها، قصة ست اتحولت من ضحية لخيانة إلى إنسانة أقوى. ولو حابين حضراتكم تشاركوا قصصكم معانا ابعتوا لنا، لأن هنا في قناة قصص واقعية صوتكم هيوصل وحكايتكم مش هتضيع. النصيحة الذهبية ليكي من القناة، رسالتنا ليكي، ما تخليش خيانة حد أو طلاق غيابي يكسر صورتك عن نفسك. انت مش غلطانة، الغلط في اللي معرفش قيمتك. وافتكري دايما ان اللي راح بعيوبه، واللي باقي معاكي هو نفسك وولادك وقوتك اللي محدش يقدر ياخدها منك. انت مش محتاجة سند من بره، السند الحقيقي جواكي في قلبك اللي لسه قادر يحب ويعيش ويتحدى.
خدي وجعك وحوليه بداية جديدة، لأنك أثمن وأغلى من أي خيانة. منتظر تعليقات حضرات السادة المشاهدين، انصحوها وقولوا لها الصح إيه والغلط إيه. سلام.